السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة ميكانوج. النهارده هنشرح الدرس الثالث من كورس الباوربوينت. هنشرح كل تفاصيل التيبل، يعني هنشرح كل حاجة عن الجداول في الفيديو ده. هنبدأ دلوقتي نشرح التيبل بشكل مفصل أكتر. شرحناها كذا مرة بشكل عام، بس دلوقتي هنشرحها بشكل مفصل. عشان نضيف تيبل بندخل على انسيرت، نعمل شكل التيبل اللي احنا عايزين نضيفه. مثلا احنا هنضيف ايه؟ الشكل ده، تمام. نبدأ بقى نعدل في الشكل بتاعه، عايزينه يبقى ايه، أوضح شوية. ممكن يبقى عايزين نقسمه كده. نكتب هنا أي حاجة، مثلا نكتب هنا نمبر، نكتب هنا 1. طبعا انت ممكن تبقى عامل كده حاجة في الإكسل وتعمل لها ايه، تستقبلها هنا. طبعا احنا من دي بتحركها كده اليمين. خلاص، تاني حاجة يعني مثلا ان احنا غيرنا الشكل ده، خليناه كده، تمام. حددنا ده تاني، هو البورد خلاص عملهولك اهو تاني. وصلت؟ فانت يعني انت شايف الشكل ما كانش بيتقسم، بس انت عشان غيرته وخليته يتقسم بالشكل ده فخلاص. ممكن تختار لون تاني، هيديك لون تاني عادي عشان محددين الجزئية دي. ندوق فين، خليها دي برضه من عاملين اخضر. خلاص انت عملت لون تاني اهو براحتك، فانت على حسب الخلية اللي بتحددها بتشتغل عليها. طبعا ده عندك ايه الستايل بتاع التكست بتاعك، انت عايز تعدل في حاجة. ماشي، احنا ممكن نقف هنا نخلي ده اللون ده لونها كده، فاهم؟ انت بتحدد برضو ايه لون التكست بتاعك زي ما انت عايز. ده تحدد سمك الخط بتاعك. واقف كده مثلا اهو، خلاص انت حولته للمنقط ده. مثلا عايزين نعمل ده، وقفنا عليه سحبنا كده، خلاص اتحول اهو. او ممكن تقف على ده بس من غير ما تسحب. لو عايز ترجعه تاني اهو، تمام، مفيش اي مشكلة. بس ممكن الخط تحدده من هنا اهو، كنترول زد نرجع تاني. عندك ايه تاني؟ ممكن عايزين نمسح حاجة اهي، خلاص احنا خليتين دخلناهم في بعض. خلاص ممكن لو جيت بقى تكتب بقى، خلاص دي بقى تخليها واحدة مع بعض اهي. نكتب مثلا محمد، بتاعتك نحطها في النص اهو، فخلاص بقت ايه، بقت متظبطة معاك. عايز بقى تنزل دي في النص شوية، عايز تخليها في المتوسطة هنا. عندك اللاوت ظهرت معاك على طول عشان تظبط فيها ايه الأبعاد بتاعتك براحتك. طبعا دي بتاعت الخلية بتقبلك المسافات بين الخطوط وبعضها، دي برضه انت بتتحكم فيها براحتك. طبعا اتجاه التكست مكتوب ازاي بيفرق معاك. لو انت تغطي على التكست دايركشن ممكن تخليها كده الكلام يتغير. تتحكم في حاجة دي برضه براحتك، دي نفس الحكاية، هي دي زي دي هي دي. انا هقسمها مثلا، بتعمل سبليت سيل، خلاص اقسمها كده واقسمها لك اتنين. انا كده قسمتها. طب لو عايز اضيف حاجة وبتعمل انسيرت بلو، ضاف واحدة، انسيرت اباف بضاف واحدة تانية. لو انا واقف هنا مثلا اهو، انسيرت ليفت ضاف لك عمود، فاهم؟ نعمل كنترول زد عشان نرجع تاني. لو انا عايز اعمل سيلكت كولوم، بتقوم رايح واقف وعامل لك سيلكت للكولوم كله. لو انت هنا عملت سيلكت وبتعمل سيلكت رو، سيلكت الرو كله، سيلكت تيبل، سيلكت وعمل سيلكت التيبل كله، يعني عادي. طبعا لو هتعكس التيبل تضغط على دي تعكسها، والناحية دي ترجعها الناحية التانية. يعني عشان لو انت مثلا بدأت كنت بادئ انجليزي وعايز تحوله تخليه عربي العكس، عادي مفيش مشكلة هنا. فده طبعا اكتر حاجة انت ممكن تحتاجها في ايه، في التيبل عندك. دي كل حاجة انت ممكن تحتاجها. طبعا انت ممكن تعمل تيبل في الاكسل وتصدره لايه، للباوربوينت عادي يقرأه، مفيش اي مشكلة. دي يعتبر كل حاجة تخص التيبل في الباوربوينت. زي ما احنا قلنا، الشغل في الباوربوينت يعتبر شكل جمالي، انت بتحسن الشكل بتاعك بحيث انت تعرض الحاجة بتاعتك بشكل كويس. فانت الجزء بتاع التيبل ده انت بتعمله عشان تسهل على الناس العرض بتاعك، وبتسهل عليهم الشكل برضو. لازم الشكل شكله كويس عشان الناس تبقى عندك بول او تفهم، او انت مصنفها برضو بشكل كويس زي الارقام، لون، كاتب البيانات بتاعتك عشان الناس تفهم ايه الجدول بسهولة. فكل حاجة في الباوربوينت تعتبر ايه تظبط الشكل الجمالي. فدلوقتي احنا خلاص خلصنا الجزء بتاع التيبل، فهمنا فيه كل حاجة، واظن هو بسيط وسهل مفيهوش حاجة. نبدأ المرة الجاية ان شاء الله في حاجات جديدة.